عمرك حسيت إنك موجود بس كأنك مش متشاف؟ مهما حاولت محدش بيلاحظك. تشوف الناس حواليك بتنجح، تطلع ترند، وانت واقف مكانك، تحاول وتتعب وتسمع. مش دورك النهارده. تبدأ تشك في نفسك وتقول يمكن أنا مش كفاية. بس اسمع، ده مش نهاية القصة. مالك؟ شاب هادي بيحب الكتابة، بينزل خواطر على الفيس والإنستا ومفيش تفاعل، ومع ذلك كان بيكمل، لأنه بيكتب علشان يعيش مش علشان التصفيق. وفي يوم كتب اللي بيتجاهلوك دلوقتي هيحتاجوك بعدين. وصحي لقى الجملة منتشرة في كل مكان وصفحات كبيرة بتنشرها، وفجأة بقى ترند. وهو ما اتغيرش. الحقيقة مش لازم تكون مشهور علشان يبقى لك قيمة، ومش لازم التصفيق علشان تكون ناجح. الحل تجاهل التجاهل واشتغل كل يوم خطوة، حتى لو محدش شايفك. النتيجة هيجي يوم يسأله ازاي فجأة بقى كده، ومش هيعرفوا ان وراها سنين تعب وسكوت. التجاهل مش عقاب، ده اختبار، واللي يعديه بيطلع أقوى. افتكر، الوردة ما استنتش تصفيق علشان تطلع. وانت كمان كده. قوم، اشتغل، احلم، افشل، عيد تاني، بس ما توقفش، لأنك تستاهل توصل. كل شيء ممكن ينتهي بيوم، بليلة، بساعة، ثانية. توقعوا كل شيء من كل شخص، حتى الشخص اللي معك في الوقت الحالي توقع أنه ممكن يتخلى عنك لو راح. The greater the pain, the greater the power. If you're going to have the power, you got to be prepared to deal with the pain. The pain is a part of the power. And in fact, you will understand who you are by who hates you.